السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد محمود من قناة كود جيم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا وبيفيد أغلب المبتدئين في مجال البرمجة، وهو إنك إزاي تفهم الكمبيوتر بتاعك وليه لازم تفهمه. لو أنت لسه داخل مجال البرمجة طبعا زي غالبيتكم، فلازم تاخد بالك إن في خطوة كتير من الناس بيتجاهلوها مع إنها أساس مهم جدا. الخطوة دي ببساطة إنك تفهم الكمبيوتر. الكمبيوتر مش مجرد شاشة وماوس وتبرمج عليها شوية أو تكتب عليها شوية كود وتقفلها تاني. بالعكس، الكمبيوتر قيمته الحقيقية بتبان لما بتعرف إزاي تسيطر عليه وتخلي الجهاز ده يشتغل لصالحك. النهاردة هنتكلم مع بعض عن ليه لازم تفهم الكمبيوتر قبل ما تتعلم أي لغة برمجة، وإيه الأساسيات اللي محتاج تعرفها. أول حاجة لازم نفهم إن الكمبيوتر عبارة عن حاجتين: هاردوير وسوفت وير. الهاردوير زي البروسيسور، الرام، الهارد، كارت الشاشة وهكذا. أما السوفت وير فهو عبارة عن الأوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل، والبرامج الدرايفرز اللي جواه وهكذا. لازم تفهم إن السوفت وير هو أساس اللي بيخلي الهاردوير يشتغل. من غيره الهاردوير مش هيشتغل طبعا. لازم الاتنين يكملوا بعض. فأنت كمبرمج لازم تكون عندك معلومات أساسية عن الهاردوير. فمعلوماتك عن الهاردوير لازم تكون، مش هقول لك بيرفكت ولا إنك تاخد كورس طويل عريض فيها، لكن على الأقل يكون عندك شوية معلومات: إيه إزاي البروسيسور بيشتغل، إيه فايدة الكارت الشاشة، إيه فايدة الرام، إيه فايدة الهارد، إيه فايدة المذر بورد وهكذا. خلينا نتكلم عن الأوبريتنج سيستم. الأوبريتنج سيستم ده بيخلي كل المكونات اللي في جهاز الكمبيوتر بتاعك تشتغل مع بعض. من غير الجهاز مش هيعمل حاجة. اللي محتاج تفهمه كمبتدئ إن اوبريتنج سيستم زي الويندوز أو لينكس أو ماك أو إس مهم جدا إن أنت تكون فاهمهم. يعني لازم تكون على علم بشوية تفاصيل للاوبريتنج سيستم اللي أنت شغال عليها، زي مثلا إزاي تسطب أو تثبت نظام التشغيل ده، الأوامر الأساسية في التيرمينال عندك، وهنعرف يعني إيه تيرمينال في الفيديو الجاي، وخصوصا في اللينكس الفيتشرز اللي موجودة على الاوبريتنج سيستم اللي أنت شغال عليه. كل اوبريتنج سيستم بيبقى ليه فيتشرز الخاصة بيه، فلازم تكون عارفها. الفيرجنز المختلفة زي الويندوز، ويندوز 10، ويندوز 7، ويندوز 11 اللي لسه نازل جديد وهكذا. يعني وكمان لازم تكون عارف الفرق بين يعني ايه 32 بت و64 بت. الارقام دي معناها حجم البيانات اللي الجهاز يقدر يتعامل معاها في مرة واحدة. ده مهم جدا عشان تكون عارف نوعية البرامج اللي انت بتنزلها. ممكن يكون عندك ويندوز 32 بت فمحتاج تنزل برامج 32 بت بس. ممكن يكون عندك ويندوز 64 فبالتالي هتحتاج تنزل البرامج اللي نسختها 64 بت بس. تفهم التاسك مانجر، ازاي التاسك مانجر ده بيشتغل، ايه اللي جوه التاسك مانجر. التاسك مانجر من الاخر كده بيقول لك ايه البرفورمانس بتاع الجهاز ماشي ازاي، إيه اللي بيستهلك الرام، إيه اللي بيستهلك السي بي يو عندك اللي هو البروسيسور، إيه اللي بيستهلك كارت الشاشة عندك أكتر وهكذا. تاني حاجة لازم تكون عارفها هي إدارة ملفاتك في الجهاز. طبعًا أنت هتتعامل مع projects كبيرة قدّام لمّا تتعمق شوية في البرمجة، فلازم تكون فاهم إزاي بتنشئ folder، إزاي بتتعامل مع تنظيم الفولدرات والملفات، تفهم يعني إيه extensions اللي هي الإمتدادات بتاعة البرامج زي مثلًا الEXE، الtext، وبعد كده هتلاقي في البرمجة حاجات زي الHTML والCS CSS والPY دي بتاعة البايثون وهكذا. أهم حاجة بقى برامج التعريفات. التعريفات أو الدرايفرز هي ببساطة المترجم اللي بيخلي نظام التشغيل يفهم الهاردوير. مثال مثلا زي كارت الشاشة. تعال نقول إن كارت الشاشة ده هو جزء من أجزاء الهاردوير في الجهاز. كارت الشاشة ده ليه تعريف. التعريف ده لو مش موجود مثلا ألعاب هتشتغل بجودة سيئة جدا أو مش هتشتغل أصلا، فبالتالي هو اللي بيتحكم في الصور. فاللي بينظم العمليات اللي كارت الشاشة بيعملها هي الدرايفرز. مثل تاني زي كارت الصوت. من غير تعريف كارت الصوت أو الدرايفرز بتاعت كارت الصوت أنت مش هتسمع حاجة خالص، أكن كارت الصوت اللي محطوط في الجهاز ده مالوش لازمة. حاجة كمان واللي بنقولها في أغلب الفيديوهات اللي إحنا بنتكلم فيها هي البروبلم سولفينج. زي ما في البرمجة بروبلم سولفينج، برضه وأنت بتتعامل مع جهازك في بروبلم سولفينج. بروبلم سولفينج مهارة أساسية في الحياة عموما، بالتالي لازم تتعلم إزاي تحل مشاكلك على الجهاز بنفسك. مثلا لو أنت بتشغل برنامج وفجأة ظهر لك ايرور، أو زي ما تقول كده طلع لك مربع كده بيقول لك إن في خطأ في البرنامج مش راضي يشتغل، ايرور حصل، بيدوك ايرور خزعبلي كده أو كود خزعبلي أنت مش فاهم هو إيه ده وأنت مش عارف تعمل إيه. فبالتالي المفروض عليك بقى كشخص أو كمبرمج أو كشخص بيتعلم على الكمبيوتر لازم تحاول تحل المشكلة دي بنفسك. المفروض إن أنت تاخد الكود أو الرسالة ديت تسيرش بيها على جوجل، تسيرش بيها على اليوتيوب، تحاول تفهم وتحل المشكلة دي. والحاجات دي مهمة جدًا لإن هي هتغذي عقلك وتخلّي مهارتك في حل المشكلات تتطور. ولازم تاخد بالك إن الرسايل دي مش معمولة عشان تخوّفك، لأ هي معمولة عشان أنت تقراها وتحاول تحل المشكلة دي بنفسك. مش لازم تودّيها لشخص صيانة أو تخلّي حد يحلها لك، حاول أنت تحلها بنفسك عشان بعد كده في أوقات معينة مش هتلاقي حد يساعدك في الحاجات دي. فخلّيك أنت معتمد على نفسك في المواضيع دي. حاول تحل مشاكل أجهزتك بنفسك وعوّد إيدك إن هي تشتغل على الجهاز. خلّي بالك إن الحاجات دي كلّها بتيجي بالممارسة. حاول يكون فضولك ناحية جهاز الكمبيوتر كبير. حاول تخش تشوف الsettings بتاعة الكمبيوتر، تقرا يعني إيه services، إزاي مثلًا تقفل الupdates وتفتحها، تشوف الsecurity،
تعرف إزاي تأمِّن جهازك. الحاجات دي مهمة جدًا، حاول تخُش وتتعمّق أكتر في جهازك، تعرف يعني إيه CPU، أنواع الCPU إيه، أنواع الgraphic cards إيه، أنواع الchips اللي موجودة عندك في الجهاز إيه، يعني إيه thread، يعني إيه core. المصطلحات دي مهمة وهتقابلها صدّقني في البرمجة. وحاول مثلًا تجرّب تسطّب برامج، تحذف برامج، جرّب ترتّب فولدراتك، تعامل مع الكمبيوتر أكِن شيء أنت بتتعامل معاه كل يوم، زي الموبايل. الموبايل أنتم بتتعاملوا معاه أغلب الوقت، فبالتالي لازم تتعامل مع الكمبيوتر بنفس المقدار بما إنك داخل مجال البرمجة. أخيرًا إحنا كده خلصنا الفيديو ده، مش عايز أطوّل عليكم أكتر من كده. الآخر الكمبيوتر هو ملعبك، فأنت لازم قبل ما تبدأ كود وتتعلم لغات البرمجة لازم تبقى عارف الملعب ده شغال إزاي. افهم الmachine دي كويس، وبعد كده أي لغة برمجة هتبقى مجرد وسيلة جديدة تتحكم فيها في الmachine دي. خُد بالك أنت في الأول وفي الآخر بتتعلم برمجة عشان تشتغل على الmachine دي. كده إحنا خلصنا النهارده، أرجو إنكم تكونوا استفدتوا. تابعونا على اليوتيوب واعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وتابعونا على الفيسبوك اعملوا شير ولايك. معاكم محمد محمود من قناة كود جيم.